السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسود الأطلس يتعادل أمام المنتخب النيجيري بالتعادل السلبي 0-0. تعرفين المجموعة الثانية اللي بتضم المغرب وتونس ونيجيريا ومنتخب كينيا. المنتخب المغربي لغاية الآن متصدر المجموعة بأربع نقاط. في المباراة الأولى فاز طبعا على المنتخب الكينيا برومنتادا من المنتخب الكيني برومنتادا بنتيجة 3-2، والنهارده تعادل سلبي أمام المنتخب النيجيري. على فكرة منتخب نيجيريا من المنتخبات القوية جدا في قارة أفريقيا، طبعا مش منتخب يتهاون به، لكن المنتخب المغربي دايما مبدع ويبدع، والنهارده عمل مباراة في منتهى الروعة والجمال. لكن طبعا يلفت أو ما كانش يعني عنده معايا الحظ اللي هو يعني يسجل الاهداف ويقدر او يسجل هدف ويقدر يتصدر على او يقدر يفوز على منتخب نيجيريا. لكن لغايه الان هو عنده 4 نقاط، ومنتخب نيجيريا ايضا عنده 4 نقاط. والمنتخب التونسي النهارده فاز بنتيجه 3-1 على كينيا، طبعا هو ايضا عنده 3 نقاط، وكينيا في الاخير بدون نقاط. لغايه الان المنتخب المغربي متصدر المجموعه الثانيه. المباراه القادمه ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 6 مساء مع المنتخب المغربي وتونس، هتكون مباراة طبعا في منتهى القوة والجمال، وطبعا الكل حابب يشاهد شمال افريقيا طبعا المنتخب المغربي والمنتخب التونسي على صدارة المجموعة. طبعا نيجيريا يعني من على الورق كده هتفوز على المنتخب الكيني وهيكون عندها طبعا 7 نقاط، وفي حالة ان شاء الله فوز المنتخب المغربي هتكون ايضا عندها يعني 7 نقاط هيحسمها طبعا الاهداف اللي هي لصالح المنتخب المغربي. تعرفين ان البطولة دي بتاخد اول وثاني وافضل تاني منتخبين في مركز الثاني، وطبعا ربع النهائي ومنها النصف النهائي للوصول الى كاس العالم. نتمنى اللي نشوف، حتى لو نتمنى اللي بنشوف المغرب وتونس في طبعا في مباراه ربع النهائي، لكن ممكن نشوف تونس حتى لو في هزيمته من المنتخب المغربي ممكن نشوفه افضل تواني. منتخب مصر امبارح تعادل ايضا مع زامبيا، وهزيمه في المباراه الاولى في المباراه الثانيه من سيراليون 4-1 يعني، وطبعا فوز وحيد واحراز هدفين فقط في هذه البطوله، وطبعا بطوله على ارضه وفي وسط جمهوره، وهو ثاني المجموعه الاولى. لكن طبعا هو لعب 3 مباريات، وفي بعض المنتخبات لعبت مباراتين فقط. فطبعا البطوله مش سهله، بطوله صعبه جدا، بطوله طبعا نتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا العربيه. يعني منتخب الاطلس طبعا نجوم الاطلس النهارده بنسبه كبيره جدا هيكونوا يعني باذن الله في مباراه ربع النهائي في حاله التعادل او ايضا الفوز على المنتخب التونسي يوم الاربعاء القادم الساعه 6 مساء. وايضا هتكون مباراه ايضا نيجيريا وكينيا هتكون في نفس الموعد. كل التوفيق ان شاء الله لاسود الاطلس في المباراه القادمه. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.